عمركم فكرتوا ليه بنرتاح لما بنشوف لون معين، او ليه بنختار دايما نفس الالوان في لبسنا او مثلا في ديكور البيت؟ الالوان مش مجرد شكل جمالي، دي لغة خفية بتتكلم مع مشاعرنا، بتأثر على طاقتنا ومزاجنا، وبتكشف جوانب عميقة من شخصيتنا من غير ما نحس. مثلا اللون الاحمر ممكن يحرك فينا الحماس، واللون الازرق ممكن يهدينا، والاخضر بيطمن قلوبنا. والغريبة ان كل لون ليه تأثير نفسي وبيعبر عن نوع الشخصية اللي احنا بنميل ليها. عندنا 4 انواع من الشخصيات في علم النفس وعلم الطاقة: شخصية نارية، هوائية، ترابية او مائية. وكل نوع بقى ليه العالم الخاص بتاعه من العواطف والطاقة. في بودكاست النهاردة هنتكلم عن تأثير الألوان على نفسيتنا وعلى شخصيتنا، وازاي نعرف شخصيتنا كمان من الألوان. لو بتتابعوني لأول مرة، أنا ياسمين وده ياسمين كورنر. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل الفيديوز الجديدة. ساعات كتير بنتعرض لألوان أو بنشوف ألوان معينة بتدخلنا في حالة نفسية احنا ما بنكونش فاهمين ايه سببها، أو ليه مزاجي مثلا بقى وحش، ليه حاسة ان انا اتعصبت أو اتوترت.